مسلسلنا النهارده بيحكي عن أميرة كيوتا ما بتعرفش تنام غير بالنهار. وقبل ما نبدأ الأحداث ما تنساش نصلي على النبي، ندعي لإخواتنا في فلسطين، اعمل اشتراك في القناة عشان الجديد يوصلك أول بأول. بتبدأ الأحداث مع الأميرة تشو في محاولة منها إنها تنهي حياتها لأن والدها الإمبراطور بيحاول يخطبها وهي رافضة موضوع الخطوبة. بيفضل الخدم بتوعها يترجوها تنزل وترجع عن قرارها، لكنها بتكمل اللي بتعمله لحد ما بتيجي ليها رسالة إن النبيل بي اللي المفروض هيخطبها رجع في كلامه ورفض. فبتفرح الأميرة وبتنزل، وبيجي الليل ومعاه النوم، بس للأسف بيكون محظور على الأميرة إنها تنام بالليل لأنها بتحلم بكوابيس بتتحقق، ولو حاولت تغير الحلم هتتحول لحيوان بمجرد ما يجي الليل وهترجع تاني عند شروق الشمس. وبالرغم من مقاومة الأميرة للنوم إلا إنها في النهاية بتنام وبتحلم بعصابة داخلة عليها وبيحاولوا يخطفوها. أول ما بتشوفهم تاو الخادمة بتاعتها بتجري عليها فبيحاولوا يقتلوها، لكن الأميرة بتحاول تحميها وبتاخد الضربة مكانها وبتموت. وبتفوق الأميرة وبتحاول تهرب، فبتقول لها تاو إنها لو حاولت تغير الحلم هيكون في خطورة على حياتها، فبتقول لها إنها لو ما غيرتش الحلم العصابة هتقتلها. فبيقرروا يهربوا من القصر. وفي الوقت ده بنرجع مع الأميرة لورا شوية وهي صغيرة، وبنعرف إن والدها الحقيقي كان بيمتلك حجر بيتنبأ بالمستقبل، ولأنه كان خايف إن حد يستخدمه في الشر قرر يديه لتشو قبل ما يموت. وبتقرر الأميرة تفترق عن تاو وبتروح في اتجاه مختلف بيكون فيه القائد ياو اللي بيدور عن معلومات عن موت أخوه. ولما بيسمع صوت الأميرة بيختفي بسرعة، وبتوصل الأميرة لعنده وبتفضل تنادي على حد يساعدها بس مفيش حد بيسمعها. وبتشم ريحة غريبة في المكان وبتوصل لها العصابة وبيطلبوا منها تروح معاهم، لكنها بترفض فبيحاولوا ياخدوها، لكن بينزل ياو وبيهاجمهم وبيدخل في قتال معاهم لحد ما بتتصاب الأميرة. وبيقدر حد من العصابة ينزل القناع عن وش ياو، وبيفكروا مو أخو ياو اللي مات، فهنا بيتأكد ياو إن ليهم علاقة بموت أخوه. وبتهرب العصابة مع وصول الإمبراطور والحرس بتوعه، وبيهاجموا ياو لأنهم بيفكروا تبع العصابة، وبيتصاب عن طريق سهم منهم، لكن في الآخر بيهرب. وبيكون الإمبراطور شاكك إن دي كانت محاولة لاغتياله، وعلشان كده بيكون عاوز يتأكد من الأميرة، لكنها بتكون فاقدة الوعي. وبيقترح الحارس على الإمبراطور إنه يعرض على القائد ياو الجواز من الأميرة، وإن دي هتبقى فرصة إنه يكون تحت عينه. فبيوافق الإمبراطور على الفكرة، وبيعالج باي مساعد القائد جرحه وبيعرف منه اللي حصل. وبيكونوا شاكين إن الأميرة اتعرفت على شكل ياو، ووقتها يدخل في حرب مع الإمبراطور. وبيعرف منه إن والدها الحقيقي كان معلم الإمبراطور لكنه مات، وبعدها تبناه الإمبراطور. وتاني يوم بيروح القائد للإمبراطور وبيطلب منه إنه هيتنحى عن قيادة الجيش لأنه خلاص أنهى مهمته وانتصر في الحرب. فبيقول له يفكر تاني كويس في قراره، وبيعرض عليه الجواز من بنته الأميرة. فبيضطر ياو يوافق لأنه لو رفض هيكون بيخالف قرار الإمبراطور. وبينتشر الخبر بسرعة وبيوصل للأمير شين أخو الأميرة، وبيتم تجهيز الأميرة للجواز، وبتكون لسه فاقدة الوعي بعد الهجوم. وبرغم كده بتكون في طريقها لقصر القائد، وبيدخل شين عليها العربية وهي في الطريق، وبيعرف من تاو إنها غيرت الحلم بتاعها، وده معناه إنها هتتحول ولازم يلاقوا طريقة ينقذوها بيها. وبيتم تجهيز القائد للجواز، وبيقول لباي إنه بجوازه من الأميرة بيكسب رضا الإمبراطور، وكمان هيكون مطمن إنها لو اتعرفت عليه في الهجوم مش هتبلغ الإمبراطور. وبتوصل عربية الأميرة لقصر القائد لكنها بتكون لسه فاقدة الوعي. فبينزل شين من العربية وبيقول للقائد إن أخته فاقدة الوعي وعشان كده هيرجع بها لقصر الإمبراطور لحد ما تفوق، لكن ياو بيرفض وبيقول له إنه هيشيلها ويدخلها بنفسه للقصر بتاعها. وبيعمل كده فعلا، وبيحاول شين يمنعه، لكن المساعد بتاعه بيقول له إنهم كده بيعارضوا قرار الإمبراطور، فبيقرر إنه يسيبها. وبيدخل ياو بالأميرة للأوضة. في اللحظة دي بتفوق وبتفضل شوية كده تستوعب اللي هي فيه، وبتمثل إنها لسه نايمة لحد ما بيمشي. وبعدين ياو بتصحى لكن بتكون اتحولت لفار. وفي الوقت ده بيكون الأمير شين لسه عند قصر القائد، وطبعا متوقع إنها تتحول بمجرد ما تفوق. وبيحاول يتكلم مع القائد ويقنعه إنها تعبانة ولازم ترجع معاه، لكن القائد بيرفض. وبتفضل الأميرة تاكل أي حاجة قدامها لدرجة إنها بتدخل لمكتب القائد وبتاكل في الخشب، وبعد ما بتخلص أكل بتدخل تنام في صندوق خشب. وبيسمع القائد والمساعد بتاعه صوت من المكتب، وبيروحوا على هناك وبيكونوا خلاص هيفتحوا الصندوق، لكن بيمنعوا ياو على آخر لحظة وبيقول له يروح يستريح هو. وبيقعد ياو يفتكر ذكرياته مع أخوه اللي مات في حريق في قصر الإمبراطور، بس ياو بيكون شاكك إنه اتقتل. وبيطلع النهار وبيسمع صوت تاني من المكتب، ولما بيروح بيلاقي تشو نايمة في الصندوق. وأول ما بتفوق بتكون خايفة إنها تكون لسه متحولة، بس لحسن الحظ بتكون الشمس طلعت وخلاص رجعت لطبيعتها. وبيكون مستغرب وجودها أصلا في الصندوق، وبياخدها على الأوضة وبيربطها لأنه بيكون خايف إنها تكون جاسوسة للإمبراطور، وفي نفس الوقت تكون شافت وشه في الهجوم عليها، ووقتها هتبلغ الإمبراطور وهيفتكر إنه بيحاول يقتله، لكنها بتقول له إنه ما شافتوش قبل كده. وبيسألها عن سبب وجودها في الصندوق، فبتقول له إنها شافت فار كبير وحاولت تطارده لحد ما وصل لأوضة المكتب. وقتها جالها صداع ونامت
نامت في الصندوق، بس طبعا بيكون لسه شاكك فيها وبيقرر يمنعها من الخروج من القصر، وبيأمر الخدم والحراس بمراقبتها. وبعدين بيروح عند قبر اخوه، وبالصدفه بيروح لو، وده حارس في قصر الامبراطور هناك، وبيسمعهم وهم بيتكلموا، وبيتاكد ان القائد ياو هو اللي كان في القصر، لكنه بيطمنهم انه مش هيتكلم لانه عارف انه كان بينقذ الاميره. وبيقول لهم انه كان صديق مو اللي هو اخو القائد ياو، وعلشان كده بيجي يزور القبر بتاعه كل فتره، وبيعرف ان ياو شاكك انه اتقتل وانه بيحقق في الموضوع ده لوحده. وبنروح لدونج، وده كان تلميذ عند والد الاميره الحقيقي، وبقى معلم في القصر من بعده. وبيقول للامير الشين انه حاسس ان الاميره اتحولت، وعلشان كده لازم يروحوا يطمنوا عليها. وبيروح لياو خبر الزياره، بس طبعا بيكون شاكك لسه ان الاميره اتعرفت عليه في الهجوم، وعلشان كده بيقرر يمنعها من مقابلتهم عن طريق انه بيعرض عليها تمثل انها لسه تعبانه وفاقده الوعي، وفي المقابل هيسيبها تعيش في القصر براحتها وبدون حراسه، فبتضطر توافق. وبيجي الامير والمعلم دونج وبيشوفوا الاميره وهي نايمه وجنبها ياو، بيمثل انه زعلان عليها وبيساعدها، وبتحاول تحرك ايديها وتبين لهم ان دي خدعه علشان ينقذوها، لكن بيشوفها ياو وبيمنعها، فبيضطروا يمشوا. وبيحاول مساعد الامير الشين يهديه، لكنه بيكون زعلان ومتضايق على اخته، وبيقول له ان محدش يعرف ان حجر البخت اللي بيتنبأ بالمستقبل جوه جسم اخته ولا حتى الامبراطور، وما ينفعش عائله القائد يكتشفوا، وعلشان كده لازم ينقذها في اسرع وقت. وبتكون الاميره بتخطط للهروب هي وتاو، لكن هتعمل كده ازاي في وجود مراقبه عليها من رجاله ياو؟ ووقت ما بيخططوا بيجي دونج ليها وبيقول لها انه شاف اشارتها وفهم انها بتمثل، وبيكون عارف تفاصيل تحولها، وبيقول لها ان كده خطر عليها وما ينفعش تنام في الليل ولا حتى تغير احلامها لو نامت. وبيجي يمشي، فبتوقفه وبتقول له يساعدها تهرب من القصر ده، فبيقول لها انها ما ينفعش تهرب ولازم تقبل حياتها زي ما هي وتستمتع بيها. وبنروح لنان، ودي تبقى زميله ياو في التدريب وبتكون معجبه بيه. بيجي المعلم بتاعها وبتقول له انها عاوزه تتدرب مع ياو على الحركه الجديده، فبيقول لها انه اتجوز خلاص ومش هيقدر يجي، فبتتصدم وقتها وبتتضايق، وبتقرر تروح للقصر بتاعه وتتاكد، وبتحاول تشو معاها وتاو يهربوا من القصر. بعد ما بتطلع على سور القصر بيجي القائد ياو والمساعد بتاعه، فبتتوتر وبتقول له انها كانت بتشم شويه هوا، فبيضحك كده وبيقول للمساعد بتاعه يشيل السلم وما يسمحش للاميره تنزل غير لما تعتذر الاول. فبتهدده تشو انها ترمي نفسها من على السور، وبتكون خلاص هتقع، بس لحسن حظها بتشوفها نان وهي في طريقها لهناك، وبتطير في اتجاهها وبتنقذها على اخر لحظه. وبيعدي باي السور بسرعه علشان يشوفها، لكن مش بيلاقي اي اثر ليها، وده لانها ركبت مع نان العربيه بتاعتها، وبتفضل تشكرها انها انقذتها. ولما بتسالها نان عن اللي حصل بتضطر تكذب وتقول لها انها خادمه الاميره، وبتحاول تهرب منها لانها بتاذيها، وبتمثل عليها شويه. وبتيجي تنزل بتمنعها نان، وبتقول لها انها هتفضل معاها لحد ما توصلها للاميره علشان تكسر وشها. وقتها تشو بتخاف منها، ولما بيوصلوا للقصر بتحاول تهرب، لكن نان بتمسكها علشان توصلها للاميره، فبتقول لها انها تعرف مكانها وهتيجي تقول لها، وبتروح بسرعه على اوضتها. وبتشوف نان القائد وبتروح عليه وبتقول له انها جاهزه للتدريب معاه، فبيقول لها انه مش فاضلها ومش عاوز يشوفها اصلا في القصر بتاعه. وبتكون الاميره متابعه اللي بيحصل وهي في اوضتها. وبعد ما بتمشي نان بيسمع ياو صوت الاميره، فبيروح على اوضتها وبيسالها عن اللي حصل، فبتقول له انها كانت مع نان وانها انقذتها، وبعدين ركبت معاها ورجعت لاوضتها. وعلشان يضمن ياو انها ما تحاولش تهرب تاني بيركب جرس في رجليها. بيكون بيتكلم مع المساعد بتاعه وبيسمع صوت الجرس اللي في رجل الاميره، فبيشك انها بتتجسس عليهم، وبيروحوا على اوضتها. وقتها بتمثل انها نايمه، لكن ياو بيجبرها تصحى بطريقته، وبيسالها عن سبب عدم نومها دلوقتي، فبتحور عليهم شويه. وطبعا ياو ما بيدخلش عليه حواراتها، وبيقرر ياخدها في رحله تخليها تعترف على طول. في الطريق بيسالها عرفت ازاي ان في حد عاوز يقتلها في القصر بتاعها، وعلشان كده كانت بتهرب. فبتقول له انها بتتنبأ بالمستقبل في احلامها، وطبعا ياو ما بيصدقش لان كلامها مش طبيعي. وبيسالها عن اللي انقذها في اليوم ده علشان يتاكد هي شافته ولا لا، لكنها ما بتردش، فبيشك اكتر انها شافته. وفي معسكر التدريب بيربطها ياو، وبيمثل انه هيضرب عليها السهم علشان يخليها تعترف. وبتصدق تشو التمثيليه وبتسلم نفسها للموت. وقتها ياو قلبه بيحن وبياخدها وبيفكها، وهناك بتقول له ان في حد انقذها من العصابه لكنها ما تعرفش شكله، فبيرتاح ياو لانها ما عرفتوش. وبتشم الاميره عليه نفس الريحه اللي شمتها على اللي انقذها في الهجوم عليها، بس بتقول ان ده طبيعي لانه محارب. بيجي الامير شين وبيزعق مع ياو لانه ما بلغوش ان الاميره فائت، وبياخدها وبيرجع لقصره. واول ما بتوصل بتروح على الاكل على طول، وبتقول لشين انها عايزه تهرب بعيد عن المملكه، فبيقول لها انها تقدر تعيش في القصر بتاعه وهو هيحميها من اي حد. بياخدها للقصر الجديد اللي مجهزه مخصوص علشانها، وبيكون في كل حاجه بتحبها. وبيقول لها انها الوحيده اللي كانت بتهتم بيه وهو صغير بعد موت والدته، وعلشان كده مستعد يعمل اي حاجه علشانها. وبيدخل عليهم الحارس علشان يبلغهم ان ياو جه علشان يرجع الاميره لقصره، فبيقول له شين يبلغوا ان الاميره هتفضل هنا فتره لانها تعبانه. فبيعمل كده الحارس، لكن ياو بيصمم يروح للاميره يتكلم معاها بنفسه، فبتمثل انها تعبانه، وبيقول له شين انه هيرجعها لما تبقى كويسه. فبيقول لهم ياو انه كده لازم يبلغ الامبراطور بمرض الاميره. فبتقرر تشو ترجع معاه لان شين في الحاله دي هيقع في مشكله مع الامبراطور. بس قبل ما تمشي بتودع
بيودع شين بكلام فيه شفرة بيفهم منها انه المفروض يقابلها بالليل علشان يهربها، وبتمشي مع ياو في العربية وبيوصل للسيد سو، وده يبقى مستشار الامبراطور ووالد نان، خبر رجوع الاميرة لوعيها، وبيستغرب ان القائد ياو ما بلغش الامبراطور بالخبر ده، وبيقرر يروح لهناك علشان يسأل الاميرة عن العصابة. في الوقت ده بيكون باي بيعالج جرح ياو وبيقول له ان اكيد خبر استعادة الاميرة لوعيها هينتشر والامبراطور هيستجوب الاميرة عن اللي حصل، فهل انت واثق في الاميرة؟ فبيقول له ان لحد ما شين جه اخدها كان واثق فيها، لكن من بعدها بدأ يقلق. بتكون الاميرة بتكتب رسالة استغاثة للامبراطور بتحكي فيها عن مواقف تعذيب من ياو ليها، طبعا فيها مواقف من تأليفها علشان يطلقها منه، وبعد ما بتخلص بتديها لتاو توصلها لاخوها شين. بتوصل تاو الرسالة لامير شين وبيديلها صاروخ ناري كده عشان لو حصل حاجة تضربه في الجو وقتها يعرف ويروح لهم. وبيوصل السيد سو لقصر القائد وبيقول له انه عرف ان الاميرة رجعت لوعيها وعلشان كده عاوز يستجوبها بخصوص حادثة القصر. طبعا بيكون ياو خايف من التحقيق ده، لكن مفيش في ايده غير انه يسمح له يستجوبها. بيروح لها سو وبيبدأ يستجوبها، وفي الوقت ده بتحاول نان تتقرب من ياو بس كالعادة بيطنشها. وقت ما السيد سو كان بيستجوب الاميرة السيد باي كان بيتنصت عليهم. وبعد استجواب طويل ما بيطلعش السيد سو بحاجة من الاميرة اكتر من انها بتقول له ان ياو بيدور هو كمان على العصابة. بتدخل نان عليهم وبتتصدم طبعا لما بتشوف الاميرة لانها كانت مفكراها خادمة ولسه هتتجنن في كلامها. بيجبرها والدها تقدم التحية للاميرة، وبيدخل ياو بعد ما بيكون اطمن ان تشو ما قالتش حاجة عنه. وبعد ما بترجع تاو من قصر الامير شين بتقعد هي والاميرة يخططوا للهروب، وبتحاول تشيل الجرس اللي في رجليها لكن مش بتعرف. وبعدين بيخرجوا للحديقة يتمشوا شوية لانها طبعا مش هينفع تنام في الوقت ده، لكنهم بيلاقوا حد في الحديقة وبيفكروا عفريت وبيكونوا خايفين، لكن بيلاقوا فجأة ياو في وشهم فبيطمنوا، وبيكون بيسقي النباتات بتاعته وبتفضل تشو معاه وبتقطع في النباتات فبيتضايق منها. وبعدين بيدخلوا للقصر وبتبدأ تشو تجهز حاجتها في انتظار الامير شين للهروب من قصر ياو، لكن بيدخل فجأة عليهم ياو ومعاه رجالته وبياخدوها للسجن. فبتضرب تاو الصاروخ الناري علشان تبلغ شين. بيبدأ ياو في الوقت ده يستعرض ادوات التعذيب لتشو علشان يخوفها جزاء ليها على كتابة رسالة للامبراطور، لكن لحسن الحظ بيوصل شين في الوقت المناسب وبيقول له انه هيقتله مقابل اللي عمله ده. بيمنع الخناقة بينهم ووصول مساعد الامبراطور وبيطلب من ياو كلمتين على انفراد. بيقول له ان الامبراطور وصل له رسالة من الاميرة وبيسلمها له. لما بيقراها ياو بيحس بالذنب على معاملته ليها بالشكل ده، وبيتفاجئ ان الامبراطور معلقش على الرسالة وانه كمان بيتمنى له جواز سعيد وناجح. بتكون تشو مفكرة ان والدها بعت المساعد بتاعه علشان ياخدها، لكنها بتتصدم انه ما عملش كده. وقتها بيقرر شين انه ياخدها بنفسه من القصر، وبيقول له مساعد الامبراطور انه كده بيتحدى الامبراطور وده هيهز مكانته في القصر، لكنه ما بيهموش غير اخته بس وبياخدها وبيمشي. بتفكر الاميرة في كلام المساعد وبتخاف على اخوها ومكانته عند الامبراطور، وبتقرر تسيبه وترجع للقائد وبتعتذر له على كتابة الرسالة وانها عاوزة تفضل معاه. بيستغرب شين من كلامها وكمان بيزعل منها، لكنه مش فاهم انها بتعمل كده علشانه. بعد ما بيوصل ياو الاميرة لاوضتها بتيجي الجدة وبتتكلم معاه عن عمته، وبعدين بتفهم تشو من تاو ان العمة ما كانتش موافقة على جواز ياو منها علشان كده بعدت على القصر. فبيجي في دماغها خطة جديدة للهروب، وعلى طول بتروح للقائد وبتقول له انها عاوزة تروح للعمة المعبد وتعتذر لها وترجعها معاها للقصر. فبيستغربها ياو في الاول، وبعدين بيقول لها انه هيروح معاها بما انها لطيفة كده. فبتقول له ما يتعبش نفسه ويخليه في شغله وهي هتقدر تروح لوحدها. فبيقول لها طيب تمام. بعدين بتروح لتاو وبتقول لها انه خلاص وافق وانه ناقص بس تقول لشين علشان يساعدها في خطتها. والاول مرة بيظهر النبيل بي مع الحرس بتوعه بيعرضوا عليه صور للبنات الجميلة علشان يختار منهم عروسة ليه، ومن ضمن الصور بتيجي صورة تشو وبيحكي له الحرس عن جمالها. فهنا بيعرف انه حد خدعه لانه كان المفروض هيتجوزها، لكن اتبلغ انها ملعونة وشكلها مش حلو فرفض يتقدم لها. وبيلاقي ياو ملاحظات قديمة في كتب اخوه بتفكروا بذكرياتهم مع بعض وهم صغيرين، وبتدخل تشو عليه ومعاها الشاي وكمان بتنفخ فيه علشان يبرد قبل ما تقدمه له. فبيستغرب طيبتها المفاجأة، وبيستغرب اكتر لما بتعرض عليه تساعده في شغله. فبيقول لها ترص الكتب مكانها، ولانها فضولية بتفتح كتاب منهم بتلاقي فيه فاتورة لكريم للبشرة خاصة بالبنات، فبتشك انه على علاقة بحد، بس الورقة دي بتكون لاخوه وبياخدها منها بسرعة على امل يلاقي فيها حاجة توصله للي قتله اخوه. وبيدي الورقة لباي يشوفها، وبتستأذنه الاميرة تروح تشتري شوية حاجات ليها، فبيوافق وبيدخل عليه المساعد بتاعه فبيديله الورقة وكله فرحة انه تقريبا لقى دليل احتمال يعرفهم اللي حصل لاخوه. وبتروح تشو للسوق ومعاها الخادمة بتاعتها، وبيكون الهدف من الخروج انها تشتري لاخوها الحلاوة اللي بيحبها علشان تعرف تصالحه بيها وتقول له على خطتها للهروب. وعلى الناحية التانية بيكون اخوها الامير في الملهى قاعد زعلان من اللي حصل، وبيفتكر تشو وهي بترفض تروح معاه وبترجع مع ياو، وبتعرف تشو مكانه وبتروح للملهى، وهناك بيشوفها النبيل بي وفعلا بيعجب بجمالها وحلاوتها. وبتدخل تشو على الامير وبتستغرب طبعا وجوده في الملهى، لكن المهم عندها انها تصالحه، وبتفهمه انها ما كانش ينفع تمشي معاه لان في الحالة دي الامبراطور كان هيحبسه هو شخصيا في الزنزانة، وعلشان كده مثلت انها عاوزة ترجع مع القائد ياو. فبيوافق شين على الصلح وبياخد الحلاوة منها، وبتقول له على رحلتها للمعبد علشان ترجع عمة
ياو للقصر، بس في طريقها لهناك هتهرب منهم، وبتقول له على المكان اللي هيقابلها فيه، وبيكون بي سامع كل كلامهم وبيعرف خطتها. وبترجع تشو للقصر وبيكون شين معاها وبتأكد معاها الخطة وكلمات السر اللي هيستخدموها علشان يعرف بوجودها في مكان المقابلة. وبتدخل للقصر، وتاني يوم بتكون بتراجع مع تاو الحاجات اللي هتحتاجها في الهروب. وبيجي القائد وبتروح تتكلم معاه علشان يطمن، وبيقولها تخلي بالها من نفسها. وبتطلع للعربية وبتجهز، وبتقولوا انهم خلاص هيمشوا، وبتودعوا بضحكة حلوة كده. بتخطفوا لدرجة انه بيدي للجنود اجازة من التدريب. وبيبعت القائد رسالة للعمة بيبلغها فيها ان الاميرة جاية لزيارتها وكمان علشان ترجعها للقصر. فبتستغرب العمة من تصرفها، بس برغم كده بتقرر انها تعذبها شوية لما تيجي. وكعادة الاميرة بتقرأ في كتابها لحد ما بتوصل لمكان الهروب، وبتراجع مع تاو الخطة اللي المفروض تعملها لحد ما تهرب. وبتوقف العربية وبتقول للحراس انها هتروح للحمام. وبتنزل تاو معاها وبتاخد منها الشنطة وبتودعها وبتمشي، وبتفضل تقول كلمات السر اللي متفقة مع شين عليها علشان يظهر، لكن بيظهر حد غيره وبيخطفوها. وبتروح تاو علشان تتأكد انها خلاص هربت، بس بتلاقي شنطتها وكتابها على الارض، فبتعرف انها اتخطفت. وبتبلغ الجنود، وكمان بيعرف شين بالخبر. وبتفوق تشو وبيدخل بيه عليها. وفي الوقت ده بيكون ياو بيتدرب، وبيفتكر تشو وهي ماشية وبتودعه بنظرتها الجميلة. وبيقطع المعلم بتاعه عليه الذكريات علشان يتكلم معاه عن التدريب، لكن بيدخل عليهم الحارس بخبر خطف الأميرة. فبيمشي ياو على طول وبيعرف بيه نفسه للأميرة، وبيقول لها ان في حد خدعه علشان ما يتقدم لهاش، لكنه خلاص وصل لها. وبيحاول يقرب لها، لكن الأميرة بتعضه فبيبعد عنها. وبعدين بتفكر تعامله كويس علشان ما يأذيهاش، وبتقول له انها ما بتحبش القائد ياو وان دي غلطته لانه رفض يتقدم لها. فبيفرح من كلامها وبيقول للحراس يفكوها علشان تضيع وقت على ما حد يجي ينقذها. بتقول له انها عاوزه تاكل. وبيوصل ياو للحرس وبيسمع منهم اللي حصل، وبيقول له باي انه كان بيراقب الأميرة في السر زي ما قال له، ووصل لمكانها وتأكد ان ما حدش لمسها. وقرر الاول يستنى ويتأكد هل ليهم علاقه باختفاء اخوه ولا لا. وبيعرف ياو منه مكانها وبيجيب بيه للأميرة الاكل. تفضل تاكل كتير، وبعد ما بتخلص كل الاكل بتحاول تهرب منه، لكن الحرس بيمسكوها وبيرجعوها للأوضة تاني. فبترميه الأميرة بالكوباية وبتجرح ايده، فبيأمرهم بيه يربطوها تاني. بيكون ياو وباي وصلوا لمكانها وبيراقبوا المكان. وبيقول له ياو يرجع للقصر يجيب رجالتهم ويجي وهو هيراقب المكان ويطمن على الأميرة. وبيدخل شين عليها الأوضة، وفي الأول بتكون مفكرة ياو، فبيقول لها ان مش ياو بس اللي هيحاول ينقذها. وبيفكها وبيقول لها انه هيجيب المركب وهيقابلها تحت الشباك تكون نزلت له عن طريق الحبل اللي معاها. فالوهلة كده بتخاف من الارتفاع، لكن بتضطر في الآخر توافق وبتربط الحبل وبتجهز نفسها للنزول بمجرد ما يوصل شين. لكن بيدخل بيه عليها فبتمثل انها مربوطة لسه، بس بيكتشف انها بتمثل عليه وبيهددها بالسكينة وبيقول له تجيب له فنجان من الشاي. فجأة بيتهجم عليها، لكن بياخد ضربة في دماغه عن طريق ياو. بتروح تشوف بسرعة على الحبل علشان تنزل، لكن حد من رجالة بي بيحاول يقطع الحبل، فبيديله ياو ضربة بالسيف وبيلحق تشو على آخر لحظة. وبيبدأ رجالة بي يضربوا عليهم السهام، وبينزف جرح ياو القديم. فبتسيب تشو ايدها وبترمي نفسها في البحر، فبينزل ياو وراها وبياخدها وبيطلع على القارب بتاع الشين. لكن رجالة بي ما بيسيبوهمش في حالهم وبيكملوا ضرب السهام، فبيبعدهم ياو عنهم وبينزل في البحر. فبتقرر تشو انها تنزل وراه وتنقذه برغم محاولات شين لمنعها. بعد ما بتنزل بيرمي لهم الشين حبل وبيطلعوا للقارب، وبيفقد ياو الوعي والجرح بتاعه بيبدأ ينزف. وبيرجعوا للقصر وبتفضل شو جنبه وبيقول لها باي تحاول ترتاح، لكنها بترفض لحد ما بيفوق ياو وبتطمن انه بقى كويس. فبتسيبه وبترجع لاوضتها وبتحكي لتاو عن اللي حصل. فبتقول لها ان تصرفات القائد معاها بتدل على انه بيحبها. فبتستغرب من كلامها وبتقول لها انه حتى لو بيحبها لازم تهرب برضه بسبب اللعنه اللي عليها. وبيكون الامير شين بيفكر في تشو، وبيدخل المساعد بتاعه وبيبلغه ان رجالتهم بيراقبوا بيه، وبنعرف انه بيخطط لحبسه بسبب خطفه لتشو. وبيلاحظ الامير ان اخته بدات تحب ياو، وعلشان كده ما بتحاولش تهرب منه، وده بيقلقه لانه ممكن يتكشف لعنتها. وبيروح باي للقائد ياو، وبنعرف انهم كمان بيراقبوا بيه ورجالته علشان ينتقموا منه على خطفه الاميره ويتاكدوا هل ليه علاقه بموت القائد مو ولا لا. وبعدين بياخدوا القائد وبيروحوا يتابعوا الجنود وهم بيتدربوا، وبتروح الاميره معاها، وبتروح الاميره ومعاها تاو من وراهم، وبيكونوا عاوزين يتاكدوا هل القائد بدا يحب الاميره ولا لا. لكن بيكتشف القائد انهم موجودين وبيسالهم عن سبب وجودهم. فبتقول له تشو انهم عاوزين يتفرجوا على الجنود وهم بيتدربوا، فبيرفض. ولسه هتقول له تاو على السبب الحقيقي، لكن تشو بتمنعها وبتاخدها وبتمشي. وبنروح للنبيل بي وهو مربوط وبيتعذب عن طريق رجاله الامير شين اللي بيدخل عليه وقتها، وبيفضل بي يعتذر له عن اللي حصل وبيقول له انه بيحب الاميره. لكن شين بيقول له ينسى الاميره خالص ويبعد عن المملكه وما يفكرش يرجع تاني والا هيقتله بنفسه. في الوقت ده بيروح ياو وباي لمكان بي علشان يجيبوه، لكن طبعا ما بيكونش موجود والمكان بيكون متكسر. فبيخمنوا ان شين قام بالواجب. بيظهر شخص غريب وشه مش ظاهر بيقرا في كتاب عن حجر البخت، وبيقول ان حجر البخت ممكن يرجع الناس للحياه تاني، لكن بيكون ناقص جزء من الكتاب. وبيدخل عليه الخادم بتاعه بيقول له ان الاميره تحت المراقبه، وانهم كمان وصلوا الاخبار عن مكان الجزء الناقص من الكتاب. بنفهم من المشهد ده ان دول العصابه اللي عاوزه تخطف الاميره علشان حجر البخت. بنروح لاميرتنا اللي بتكون لسه بتفكر مع تاو في مكان تهرب فيه بعيد عن المملكه، بس بيقطع تفكيرهم تخبيط ياو على الباب، وبتخرج تاو
وبعدين بيقول لتشو تنام وهو هيقعد جنبها. طبعا في الوقت ده بيكون محظور على تشو النوم، لكن بتنام من غير ما تحس. وبنروح لعمة ياو اللي بتكون طبعا متضايقه بسبب تاخير شو، وبتفسر على انه قله احترام، وطبعا ده هيقابله معامله وحشه ليها، وبتقرر ترجع للقصر في اقرب وقت. وبتروح تاو للاميره بعد ما بيخرج القائد، وبتكون نايمه فبتخاف تكون نامت في الوقت المحظور. فبتقوم الاميره وهي خايفه، لكن بتكتشف انها ما حلمتش بحاجه، وبتكون فرحانه وبتشك ان ده حصل بسبب وجود ياو معاها. وعلى طول بتروح لياو اللي بيكون مشغول بسقي النباتات بتاعته، وبتحاول تساله لكنه مش بيفهم منها حاجه. بعدين بتروح تقابل شين، ولما بتحكي له بيتفاجئ وبيقول لها انها ممكن تكون صدقه مش اكتر. فبتقول له انها علشان كده هتطلب من ياو يفضل الليله دي جنبها علشان تتاكد. وبعد ما بيمشي شين بتروح تشو لياو علشان تطلب منه يفضل معاها الليله دي علشان تتاكد هي هتحلم ولا لا. فبيوافق ياو، وبعدين بيقابل باي وبيعرف منه ان عمته جايه بكره، وبيقول له انه عرف ان الاميره لسه بتحاول تهرب من القصر. في الوقت ده بتكون الاميره قاعده مع تاو مستنيه ان ياو يجي لها زي ما وعدها، وفعلا بيجي ياو وبيسالها عن سبب اصرارها على الهروب منه. فبتقول له ان والدها الامبراطور جوزها ليه وهي فاقده الوعي من غير حتى ما تقول انها موافقه. وبعدها شافت معاه ذل بمحاوله تعذيبها في معسكر التدريب وفي السجن بتاعه. فبيقول لها انه من بعدها قرر يفتح لها قلبه، وانه كل اللي كان بيتمناه انه يعيش في هدوء وسعاده، وبيسيبها وبيروح يتدرب. وبيطلب الامبراطور ابنه شين، ولما بيروح له بيكون نايم وبيحلم بوالد تشو الحقيقي، وبيكون في الحلم بيعاتبه انه اهمل في تربيه بنته برغم انه ضحى بنفسه علشان المملكه. وبيجي ياو وبيطلع سيفه وبيكون هيقتله. فبيصحى الامبراطور مفزوع وبيهاجم شين واللي بيتجرح وهو بيحاول يوقفه. فبيعتذر له الامبراطور وبيقول له انه عاوزه يجهز استراتيجيه لقياده الجيش، لانه هيختار بينه وبين اخوه واحد منهم لقياده الجيش مكان ياو. وبتوصل العمه وبيكون باي في انتظارها، وبتتضايق جدا لما مش بتلاقي ياو مستنيها. بيقول لها باي انه مشغول شويه واكيد هيعتذر لها لما يرجع. وبيحس الجنود في المعسكر من طريقه تدريب القائد بتاعهم انه متضايق، فبيقرروا يجيبوا بنت تهون عليه. وفي الوقت ده بتكون تشو بتتمشى في الحديقه، ولما بتلاقي الزهره اللي ياو بيحبها فتحت بتقرر تروح له المعسكر بيها، وبكده تصالحوا. ولما بتروح للمعسكر تسال على ياو بيرد جندي عليها انه معاه بنت جوه ومش فاضي. فبتتضايق وبتدي له الزهره وبتمشي. بيبعت القائد للجنود اللي جابوا البنت وبيزعق لهم على تصرفهم ده وبيأمر بمعاقبتهم. وبعد ما بترجع تشو للقصر بتروح تسلم على العمه، لكنها بتدي لها الوش الشرير وبتأمرها تفضل قاعده على ركبتها لحد الصبح. وبيجي ياو يخرج من المعسكر بيلاقي الزهره على الارض، فبيعرف ان تشو كانت هنا وبيروح بسرعه على القصر. في الوقت ده حاولت تشو تهرب من الشباك لكن بتفقد الوعي، وبينقلها ياو لاوضتها. ولما بتفوق بيقول لها تنام وبيطمنها انه هيفضل جنبها، فبتطمن وبتنام. لكن عمته بتبعت له فبيضطر يروح لها وبتشتكي له من تشو، وبتقول له يجيبها حالا علشان تكمل عقابها. فبيقول لها انها فهمتها غلط وان قلبها طيب، بس برضه بتكون مصممه تكمل عقابها. فبيقول لها انه هيتعاقب هو مكانها وبيمشي. بنرجع بقى لتشو اللي تعمقت في النوم وبدات تحلم بياو وهو تحت تاثير مخدر ومعاه بنت. فبتصحى بسرعه مفزوعه وبتروح لها تاو، بس ما بترضاش تحكي لها الحلم وبتقرر ترجع لقصر الامبراطور. وبيروح باي للقائد يبلغه برجوع الأميرة لقصر الإمبراطور، فبيقوم علشان يروح لها. وبتحاول تاو تعرف منها الحلم بس برضه بترفض تقول. وبيجي ياو وبيحاول يقنعها ترجع معاه للقصر بتاعه، فبتقول له إن عمته بتضايقها. فبيقول لها إنه هيتكلم معاها وإن ده أكيد سوء تفاهم يعني. فبتسأله عن البنت اللي كانت معاه في المعسكر، فبيقول لها إنها بتساعده وبياخدها علشان يرجعها للقصر، بس بيوقفوا كلامها هي. فبتقول له إنها هتقدم طلب طلاق للإمبراطور، وبتخلي تاو تكتب فيه إنه بيعرف بنات عليها ومش بيحترمها. كذلك ياو بيخليها تكتب شوية حاجات عنها، وفي النهايه كل واحد بيمضي على طلبه. وبيجي جو مساعد الامبراطور وبياخد تشو للامبراطور، واللي بيسالها عن العصابه هل شافت منهم حد ولا لا، وكمان بيسالها عن ياو هل كان من ضمن العصابه. فبتقول له انه اكيد مش منهم. فبيقول لها لو حسيت بحاجه ناحيته تبلغه. وبتيجي تمشي بيوقع منها ورقه الطلاق وبيشوفها الامبراطور وبياخدها منها. ولما بيقراها بيسالها على عندها دليل ان ياو يعرف بنات عليها، فبتقول له انها تثبت ده لسه. فبيقول لها تبقى تبلغه لما يكون معاها دليل. وبتخرج وبيكون ياو بره بيسالها عن طلب الطلاق، وقبل ما ترد بيستدعيه الامبراطور وبيقول له انه قرأ طلب تشو زعق لها علشانه. فبيقول له ان مفيش داعي لكده وان الاميره بتتمتع بقلب طيب. وبيعرض عليه الامبراطور استراتيجيات لقياده الجيش وبيساله عن رايه فيها. وبيفهم ياو انها للامير الشن واخوه الامير نينج، لكن ياو ما يفهمش فيهم وانه بس بيعرف ازاي يحارب بالسيف. وبيفتح معاه الامبراطور الكلام عن اخوه مو وبيمدح فيه وبيقول له انه ضحى بنفسه علشان يحمي القصر من الحريق. بعدين بيقدم له ياو التحيه وبيفتكر ذكرياته معاه لما كان بيتعرض للضرب والتنمر بعد موت والدته. وقتها مو كان راجع من الحرب وانقذه منهم وقال له انه هيفضل معاه ومش هيسيبه، لكنه في الاخر مات وسابه لوحده. بيروح شين للمكتبه وبيكون عاوز يعرف سبب موت والد تشو بعد ما شاف والده الامبراطور بيحلم بيه. بيفكر انه اتقتل على عيد والده. وبيجي دونج فبيساله، بيقول له دونج ان حجر البخت هو السبب في موته لانه بيموت صاحبه بعد 12 محاوله للتنبؤ بالمستقبل. والمعلم الاكبر اللي هو والد تشو اضطر يضحي بحياته ويستخدم كل المحاولات في سبيل انه ينقذ المملكه ويكون سبب في فوزها بالحرب. وعلشان كده
فبيتفقوا هما الاتنين يحموا تشو ويحافظوا على حياتها. بعدين بيروح لها شين وبيقول لها انه عرف ان الامبراطور اجبرها ترجع مع ياو، وبيطمنها انه مش هيسكت غير لما يخرجها من القصر ده. فبتقول له ما يقلقش عليها، وبيقول لها ان الامبراطور عاوزه يتولى قياده الجيش، فبتفرح بالخبر ده وبتقول له انها هتدعمه في المنصب ده. بيكون دونج مع تاو بيسالها عن عدد الاحلام اللي الاميره حلمتها، فبتقول له يعني لو حسبنا الاخير يبقوا 10. فبيقلق دونج وبيقول لها انها لازم تهتم بالاميره وتحاول تمنعها من تغيير الاحلام. وبيتقابلوا تشو وبتقول له انها ما بتحلمش وهي مع ياو، فبيستغرب وبيقول لها انه هيدور على تفسير للكلام ده، بس على العموم دي حاجه كويسه هتخليكي تنامي بشكل طبيعي. وبيمشي هو وشين. بيجي الليل فبتخرج تتمشى هي وتاو، بالصدفه بتقابل العمه، بس المره دي العمه بتعمل لها حساب شويه خوفا من انها تحكي للامبراطور. وبتقول لها العمه انها ما كانتش تعرف ان ياو بيحبها لدرجه انه فضل قاعد على ركبته لحد الصبح مكانها. بتتفاجئ تشو من كلامها لانها ما كانتش تعرف الحكايه دي، وبتروح على اوضته بتكون شاكه انه معاه بنات بسبب الحلم بتاعها. فبيقول لها انه مش بتاع الكلام ده، لكنها برضه بتفضل مصممه وبيقول لها تخرج، فبترفض وبتقرر تفضل معاه. وبيناموا وتاني بتدخل تاو بعد ما بيخرج، وبتصحى تشو مبسوطه لانها ما حلمتش باي كوابيس. بيكون ياو وباي بيكملوا مهمتهم في الوصول لصاحب الفاتوره اللي تشو لقيتها في اوراق اخوه على امل توصلهم لدليل. فبيعرفوا ان اوراق الحسابات والفواتير مع مالك دارفان، وبيجي لهم خبر ان الامير شين راح للمعسكر علشان يتولى قيادته. وطبعا الجنود في المعسكر رفضوه لانهم شايفين القائد ياو هو قائدهم. وفي طريق ياو للمعسكر بتقابله تشو لانها بتكون خايفه ان حلمها يتحقق وتشوفه مع بنت غيرها، وبيقول لها ياو انه رايح للمعسكر فبتقرر تروح معاه. وبيوصلوا وبيقول الجنود انهم مش شايفين الامير شين يقدر يقودهم وانه عمره ما شارك في حرب او قتال. فبيعرض شين عليهم تحدي لو فاز فيه يستلم القياده، وبيلبس الدرع. وبتكون تشو خايفه عليه بس بيطمنها، وبتفتكر ذكرياتهم وهم صغيرين كانوا بيتعرضوا للتنمر من الملكه زوجة الامبراطور وابنها نينج، وبيضحكوا شويه على ذكرياتهم وبيخرجوا للتحدي. وبيبدا القتال بين شين والجندي اللي بيبدا القتال بقوه، لكن بيتفاجئوا ضربه من شين بتخرجوا بره الحلبه خالص. وقتها بيطلب الجنود من ياو يتدخل ويكمل القتال، وبتحاول تشو تمنعه لكن ما ينفعش يرد طلب الجنود. وبيكون في فرق كبير بين قوه ياو وشين. في النهايه بيكسب ياو القتال بكل راحه وبيجرح الامير. بتدخل تشو تطمن على اخوها وبتكون زعلانه، فبيعمل ياو حركه جدعانه علشانها وبيعلن الامير شين الفايز في القتال وانه بكده بقى قائد الجيش. بتساله تشو عن السبب، فبيقول لها انه عمل كده بس علشانها لانه مش عاوزها تبقى زعلانه. بعدين بتعالج جروح شين وبترجع على القصر وبتروح على اوضه ياو بما انها ما بتحلمش وهو جنبها، وبتشكره انه سمح لاخوها يبقى القائد مكانه برغم انه تعب علشان يوصل لقياده الجيش. وبيناموا. وتاني يوم بيروح مع باي لمكان اسمه دارفان، وده يبقى اكبر مكان للتسليه في الامبراطوريه. وهناك بيظهر شين وبيشوفهم وبيكون مفكرهم جايين يتسلوا، وكالعاده بتكون تشو ورا ياو وبتوصل لمكانه وبتقرر تدخل وتكتشف بيعمل ايه. وبتضطر تتنكر في شكل خادم، وبيوصل لو لياو وباي وبيبعت لهم بنات تقعد معاهم. بعدين بينتقلوا الاوضه تانية، وبيكون ياو بيعمل كده لانه حاسس ان في حد بيراقبه. وبتوصل تشو للاوضه وبتكون بتراقبهم من بره، وبتشوف بنت شبيهه للبنت اللي شافتها في الحلم. ولان ياو مركز على الباب بيكتشف ان حد بيراقبهم، فبيقوم بسرعه يمسكه وعلى طول بيعرفها، لكن بيضطر يكمل في المهمه. وبتحاول بنت تقدم لياو مشروب لكن تشو بترميه لانها حاسه بحلمها بتشك ان فيه مخدر. وبتطلع للبنات سبيكه من الذهب علشان يبعدوا عن ياو، وبيحصل كده فعلا. وبيمشي ياو من المكان خالص، وبيقول لرجالته يدوروا في كل الاوض عن مالك المكان علشان يسالوا عن اخوه. صاحبه طبعا هو شين، ولما بيعرف ان ياو بيدور عليه بيهرب. وبتشوفه تشو بتزعق له على وجوده في المكان المشبوه ده، وبيسالها هو عن سبب وجودها هنا. فبتحكي له حلمها وانها بتحاول تنقذ جوزها، وطبعا بيزعق لها لان كده فرصتها بدات تقل وده بيمثل خطوره على حياتها. فبتوعده انها مش هتحاول تغير حلمها تاني. وبيوصل ياو لمكانهم، فبتحاول تشو تبعده علشان ما يشوفش الشين، بس بيشك فيها وبيدور في الاوضه، لكن بيقدر الشين يهرب وبياخدها علشان يرجعها للقصر. وبيسالها عن سبب وجودها، فبتقول له انها ماتت بتحاول تحميه. فبيقول لها من مين، ما بتردش. وبيطلع لها القلاده بتاعت شين اللي لقاها في الاوضه، بس طبعا ما يعرفش انها بتاعته. وبيسالها عليها وبرضه مش بترضى تقول له. بنرجع لدارفان وبيسال شين الخادمه اللي كانت مع ياو عن المخدر اللي حطته في المشروب، لكنه بيكتشف انها ما حطتش مخدر ولا حاجه. وبكده يكون حلم تشو ما اتغيرش لسه. وبيرجعوا للقصر وبيروح ياو يسقي النباتات بتاعته، وبتقعد تشو تستناه. وبنعرف ان القلاده اللي معاها كانت هديه والده شين ليهم، ووقتها خلتهم يوعدوها يفضلوا دايما مع بعض. ويتوقع ياو ان تشو كانت بتحاول تحمي شين في الملهى، ولما بيقول لها بتنكر لانها بتخاف على مكانته كقائد للجيش. وبتعرف تاو اللي عملته في الملهى وانها كده غيرت حلمها وده زود الخطوره على حياتها، وبتكون زعلانه علشانها ومتضايقه من نفسها لانها مش قادره تحميها. وبيروح ياو لشين دارفان وبيفهمه انه طبعا عرف انه المالك، وبيساله عن السبب. فبيقول له انه هو واخته كان ناقصهم حاجات كتير في طفولتهم بسبب زوجة والدهم، علشان كده قرر يبقى غني ويحقق لاخته كل اللي تتمناه. فبيقول له ياو انه عاوز يشوف دفتر الحسابات، فبيوافق شين بشرط انه يسمح لتشو تفضل معاه 3 ايام لان
لان في المده دي هيديلها علاج للكوابيس اللي عندها. فبيوافق ياو وبيفتح شين الخزنه علشان يجيب دفتر الحسابات، بيلاقيه اختفى. وفي نفس الوقت بتظهر العصابه فبيحاصرهم ياو بسرعه، لكن بيعملوا نفس الحركه كل مره وبيقدروا يهربوا. وبعد ما بيفقد ياو اثرهم بيقول لباي انه كده اتاكد ان موت اخوه ليه علاقه بيهم ولازم يوصل لهم. وبيظهر تاني الشخص المقنع رئيس العصابه، والمساعد بتاعه بيسلمه دفتر الحسابات. وبتقرر تاو تروح للملهى وتتاكد من حلم الاميره. بتعرف تاو من الخادمه انهم مش بيستخدموا اي مخدر في مشروبات الضيوف، وده معناه ان حلم الاميره لسه ما اتغيرش. وبتفكر في طريقه تخلي حلمه يتحقق علشان ما تتحولش. بتروح نان لقصر القائد، بيكون شكلها زي البنت اللي شافتها تشوف الحلم. وبيقابلها شين وهو في طريقه لتشو، وبيلاحظ ان شكلها كمان، فبيفكر ازاي يخلي ياو يقابلها وحلم اخته يتحقق. بعدين بيقابل ياو وبيقول له ان نان مستنياه وعاوزه تتكلم معاه شويه، وطبعا بيطنش ياو، لكن في الاخر بيقنعه شين يقابلها وده علشان الحلم. وبيدخل لتشو بيقول لها انه اتكلم مع ياو انه ياخدها الفتره دي، وده طبعا علشان تحولها. وبيقول لها انه خطته الاساسيه انه يهربها بعيد عن المملكه. فبتضايق تشو منه وبتزعق له لدرجه انه بيزعل وبيمشي. وبيقول ياو لنان انه دلوقتي متجوز وبيحب تشو وانها تفضل دايما اخته، مش هينفع يبقى اكتر من كده، وبيسيبها ويمشي. وبكده يكون حلم تشو ما اتحققش. تروح تشو لشين علشان تصالحه، لكن مش بيرضى. فبتخرج وبتفضل قاعده قدام القصر بتاعه لحد ما بيجي ياو وبياخدها وبيدخل على شين وبيحاول يصالحهم، لكن شين بيكون زعلان وبيقول له انه محتاج يقعد مع نفسه شويه، وبيقول له يخلي باله منها. فبيطلع ياو وبياخدها علشان يرجعوا للقصر بتاعهم، وبيقول لها انه اكيد شويه وهيرجع تاني يكلمها. وبيرجعوا للقصر وبتفضل زعلانه، فبياخدها ياو وبيخرجوا يتمشوا، وبيقول لها ان شين خلاص ما بقاش صغير ولازم ياخد وقته. وبعدها هيجي يصالحها، وبتعرف منه ان هو اللي بيدير دار فان. فبتستغرب في الاول، وبعدين بيجي لها فكره وبتقول لتاو انها تروح لدار فان وتغني الاغنيه اللي كانوا بيغنوها مع بعض وهم صغيرين. وقتها شين هيخرج ويصالحها. فبتقول لها تاو ان النهارده ميعاد تحولها ومش هينفع تخرج. فبتقول لها ان شين اكيد مش هيسيبها تتحول قدام الناس وهيحميها. فبتوافق. وبيعرف ياو انها في طريقها لدار فان، وبيقرر يروح يجيبها. وبتوصل لدار فان وبتتفق مع المغنيه انها تغني مكانها، بس طبعا بعد ما بترشيها. فبتوافق المغنيه، وبيروح خبر انها راحت لدار فان للعمه وان ياو راح وراها. فبتقرر تروح هي كمان وراهم، وبتطلع على المسرح وبتبدا تغني. وبيوصل ياو لهناك وبعده العمه، ولما بتسمع الاغنيه بتفتكر ذكرياتها مع مو وياو وهي بتغني لهم وهم صغيرين. وبيسمع شين الاغنيه وبيفتكر ذكرياته من اخته وهم صغيرين، لكن مش بيخرج. وبتخلص تشو، فبيطلع ياو ياخدها من على المسرح وبتعتذر له، وبتقول لها انها بتعمل كده علشان تصالح شين. فبيسامحها، ولسه هيرجعوا للبيت بيسمعوا صوت العمه جاي عليهم. فبتهرب تشو بسرعه، وفي الوقت ده بتبدا تتحول، بس طبعا وشها ما بيكونش ظاهر. وبيحاول ياو يمسكها لكنها بتهرب منه، وبتظهر العصابه كمان وبيحاولوا يمسكوها، وبرضه بتقدر تهرب. ولانها لما بتتحول بتكون عاوزه تاكل كتير، بتروح على اوضه العمه وبتفضل تاكل لحد ما بيجي ياو وبيحاول ياخدها منهم. وبتكشف العمه عن جزء من وشها، فبتتصدم وبتفقد الوعي. بيدخل شين في اللحظه دي وبيقول لياو انه هياخدها بعيد، وبيروح على القصر بتاعه. وبيوصل ياو ورجالته لمكان العصابه، لكن بيقدروا يهربوا من المكان. وبيظهر رئيس العصابه المقنع وبيزعق للمساعد بتاعه انهم ما قدروش يمسكوا الاميره، وبيكون قلقان لان خلاص باقي محاوله واحده للاميره وتموت ويبقى حجر البخت ملوش لازمه. وبيروح ياو لتشو علشان يرجعها لقصره، وبيسالها عن سبب حالتها امبارح وهروبها منه، وبيتوقع ان ده بسبب الشرب الكتير. فبتقول له انها فعلا شربت كتير. وبتظهر العصابه وهم بيراقبوهم، وفجاه بيطلعوا وبيحاصروهم. وبيخلص الجزء الاول من المسلسل على كده. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لايك، سبسكرايب، وكومنت جميل. لو عاوزين الجزء الثاني قولوا لنا ده في الكومنتات. كل سنه وانتم طيبين. سلام.